بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ فين بقى عشاق الشوكولاتة؟ النهاردة هنعمل كده كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة، حاجة كده بتدوب في البق دوبان. جاتو شاتو عايزين تسموها بقى كيكة هوهوز، عايزين تعتمدوها في جاتوهات، زينيها بقى بكريم شانتيه، تمشي معاكي في جاتو. ممكن تعملي بيها تورتاية برضو، حاجة تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين كده غرقانة في صوص الشوكولاتة، بجد تحفة. مكوناتها اقتصادية وكلها موجودة في التلاجة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. مبدئيا كده أول حاجة أنا بستعمل صاج 30 في 40. الصاج بدهنه دهنة سمنة وبضره بشوية الدقيق. عندي هنا كوبايتين دقيق منخولين، وبنخل عليهم كيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. في غلطة أنا غلطتها، كان المفروض وأنا بجهز المواد الجافة أحط معاهم معلقتين نشا كبار أجهزهم مع المواد الجافة، بس أنا بقى لحقت نفسي في نص الوصفة كده. عندي هنا بقى كوباية سكر، طبعا أنا شغلي كله بنفس المج ده، المج اللي موجود في كل بيت تقريبا، بتبقى سعته 250 ملي. حطينا كوباية السكر، ننزل معاها بكوباية حليب يكون كامل الدسم، ونص كوباية زيت. وأهم حاجة هنا الزيت يكون نضيف، ما يكونش ليه ريحة، لأن طبعا احنا ولا حاطين سمنة ولا زبدة، احنا معتمدين على الزيت بتاعنا. حطي معاهم بقى معلقتين كاكاو خام غير محلى، انزلي عليهم بكيس فانيليا. وبقى خطوة اختيارية، انا بحط كيس نسكافيه. كيس النسكافيه ده بقى بينقل الكيكة في حتة تانية خالص. اضربي بقى الكلام ده كله مع بعض في الخلاط لغاية ما السكر يدوب، وهتلاقي اداكي خليط كده قوامه تقيل شوية. خدي بقى مج من الخليط ده كده صوص الشوكولاتة الاقتصادي، تعتمديه في اي حاجة. انزلي بقى على بقية الخليط اللي معانا ده بمعلقة خل كبيرة، ونكسر عليهم بيضتين زي ما قلتلكوا، هما بيضتين وربع معلقة ملح اللي بنحطها في اي معجنات. اضربي بقى الكلام ده كله مع بعض تاني، وبعدين ننزل بقى بالمواد السائلة على المواد الجافة، ونخلط بقى كل الكلام ده مع بعضه. طبعا كان المفروض في الوقت ده تكون النشا محطوطة معاهم، بس انا افتكرت على اخر لحظة ونزلت بيها. فايدة النشا هنا بقى يا بنات، بتدي طراوة للكيكة ونعومية، وتديها مطة كده زي الكيك الاسفنجي بالظبط، يعني بتنقلي من كيكة عادية لكيك اسفنجي. هنا كده بقى اهو انا حطيت النشا وهبدأ اقلب تاني. هتلاقي قوام معاكي بقى تقيل كده وتخين، انت هتفكري ان الكيكه باظت ولا اي حاجه. جهزي لي بقى كده فنجان ميه مغليه، زي ما قلتلك كده ميه مغليه، وما تقلقيش ولا هتسوي البيض ولا اي حاجه. انزلي بقى بالميه المغليه على الخليط ده واضربي لحد ما هتلاقي الخليط بتاعك بقى متجانس كله، وقوامه زي ما انت شايفه كده زي قوام اي كيكه معانا. هننزل بقى بالخليط ده في الصاج بتاعنا. طبعا في الوقت ده كده الفرن بتاعي انا مسخناه على درجة حرارة 200. الصاج ده بما ان ارتفاعه مش عالي، فالكيكة مش هتبقى عالية معانا، ما بتكملش 10 دقايق في الفرن، يعني ما تسيبهاش وتسهي عنها. 10 دقايق بالظبط بتلاقي الكيكة طلعت معاكي وبقت زي الفل. انا بدي الصاج خبطة واحدة كده وندخله. طبعا لما نيجي عدى ال10 دقايق او قبل ال10 دقايق كمان، انتي بتلاحظيها، تفتحي الفرن بالراحة وتختبري الكيك، لقيتيه استوى بيطلع معاكي بالجمال ده. اظن شايفين الطراوة بتاعت الكيكة، بجد تحفة. الكيكة بتاعتنا بطلعها وهي سخنة كده، بفتح فيها فتحات بالسكينة او بخلة. انزلي بقى عليها بكوباية الصوص ده وافرديها معاكي، بتبقى جاتو شاتو حاجة زي العسل. عايزة تكتفي بالخطوة دي، مية مية.
عايزة تزينيها بشوية شوكولاتة فورماسيل برضو بتبقى جميلة. حابة بقى تديها طبقة كريم شانتيه، تعملي لها روزيتات كده تحوليها لجاتوه، برضو هتبقى حلوة. عايزة تحط لها بدل صوص الشوكولاتة صوص الكراميل، طبعا الكراميل مع الشوكولاتة بتبقى حاجة تحفة. انا هنا كده استكفيت بصوص الشوكولاتة، وكان عندي شوية شوكولاتة خام، بشرت حبة شوكولاتة كده ورحت رشاهم على وش الكيكة. طبعا طعم الشوكولاتة الخام مع الصوص اداهالي حاجة طعم كده خرافة. زي ما انت شايفة كده وزعت الصوص على كل الكيكة، ونزلت عليها بقى برشة الشوكولاتة دي وهو الكيك سخن، الشوكولاتة كمان ساحت. قدميها بقى مع كوباية قهوة كده، حاجة سهلة وبسيطة، طبعا بتتقدم ساقعة، عندك ضيوف، حاجة سريعة. أتمنى تجربي الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. وحبايب قلبي اللي مش مشتركين في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة بتاعتي، هتلاقوا كل حاجة تعجبكم، وفعلوا الجرس للكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.